يعني دخل فينا الجون الاولاني يا عم وخلاص ماشي وقلنا لسه بدري. وحد مسكر اتعادل يا عم قلنا حلو الريمونتادا بقى وفريق الزمالك هيرجع. بس الزمالك هو اللي يبقى رد فعل، فدي بقى كارثه. ايه الجون ده؟ ايه ضربه الجزاء دي؟ ايه دفاع ساذج، كوارث. كوارث، ماتش عشوائي فرقتين. يعني والله العظيم مش عارف، معلش يعني فريق بروكسي فريق محترم جدا، انما الزمالك عشوائي، لعيبه عشوائيه. ايه يا جدعان الماتش ده؟ بقى انا اتعادل عشان اعرف ان انا اجيب. دلوقتي يدخل فيا جون من ضربه جزاء هيقعدوا يموتوا عليه خلاص. هم هيموتوا على الجون اللي جابوه خلاص. بروكسي كده خلاص هيموتوا على الجون خلاص. كده بروكسي هيصعد والزمالك نرجع لامجاد بن عبيد بقى. والحمد لله على التعادل، ولسه فاضل 8 دقايق او 7 دقايق عن نهايه الشوط الثاني. بس هو شلبي والمسلوسي بيفرحوا. يعني المسلوسي بيفرح على ايه بالتعادل؟ يعني جون التعادل ده بنفرح على ايه؟ يا ابني انت بتلعب مع بروكسي، مع احترامي للفريق، يعني بتتعادل قدام فريق بروكسي، انت رد فعل فرحانين على ايه؟ هات الكوره وروح ارجع العب كوره، العب العب، لسه عايزين نكسب. هتخش وقت اضافي؟ والله خايف نلبس جون تالت والله العظيم وخلاص كده. يعني الجون التالت لو دخل فينا جون خلاص، ما هو فريق بروكسي هو الفعل، احنا اللي بنرد في رد فعل بس، بنرد عليهم بس. جون تالت الحمد لله، وجون تالت. ويعني الجون التالت ده في الوقت الاضافي، يعني مش عارف الحقيقه. الاداء عشوائي بطريقه غريبه. يعني والله فريق بروكسي يستحق الفوز. سيبك من ان انا زملكاوي، سيبك من ان انا زملكاوي، بس والله احنا ما نستاهلش نكسب، ما نستاهلش نكسب. فريق بروكسي منظم بيلعب كوره، لعيبه كويسه. مش فاهم بصراحه. بس اهو ربنا يستر بقى. شوف بقى لسه الشوط التاني الاضافي بقى. الواد ابو العينين اللي جايبينه دوت، او اللي بيلعب في فريق بروكسي، الواد لسه نازل نشيط، واخد الجنب بتاعه رايح. بس الواد ده لو يظبط رجله جون، يظبط رجله في اي فرصه جون على طول. لكن مش عارف، دفاع كارثي يا جماعه، دفاع كارثي. لو جيت للحق، الكرة دي والكرة اللي هي كانت الشوط الثاني باين لما هو الواد لف بحسام عبد المجيد، ضربتين جزاء، ضربتين جزاء لفريق بروكسي. لو في فار في الماتش ده كان فريق بروكسي خد 3 ضربات جزاء. الضربه اللي جابها جون وادي الضربتين. ولكن الكره دي يعني حسام عبد المجيد كره ضربه جزاء، ضربه جزاء. والكره التانية دي برضه حسام عبد المجيد حط رجله كده، الواد عدى لمس وش رجله، يعني فيها وفيها، بس هي ضربه جزاء. بس فريق بروكسي لا، تحيه كبيره الحقيقه، تحيه كبيره. فريق مجتهد وبيحاول لحد دلوقتي، وفاضل دقايق ونهاية المباراة. ولكن أنا كزملكاوي يا رب يا رب نكسب. بس الأداء وكل اللي احنا شايفينه ده كارثة. الحمد لله نهاية المباراة، نهاية المباراة. وكان في الثواني والوقت الضائع. يعني الوقت اللي في الآخر فريق بروكسي رايح، أنا يا معلم احنا عايزين نتعادل، نوصل ضربات جزاء. فريق مجتهد، فريق مجتهد عمل اللي عليه النهارده وزياده. فريق مجتهد وعنده لعيبه مجتهده ومدير فني قادر ان هو يلعب جيم كبير على الزمالك. ولكن في النهايه الزمالك بيفوز. مش عايز اقول انها نتيجه غير عادله لان ده حرام. العدل كله من عند ربنا، واي حاجه بتحصل في الدنيا وفي الارض دي عدل من عند ربنا، وربنا عنده حكمه في كده. ولكن اوقات بتلعب مباراه كبيره جدا بس مفيش توفيق، فالتوفيق من عند الله. فتقول الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل وخلصت. انت عملت اللي عليك، بس التوفيق والفوز ده بتاع ربنا. اتظلمت بقى ما اتظلمتش، قول الحمد لله وحسبنا الله ونعم الوكيل بس. ولكن كزمالك ما يستاهلش يكسب. انا كزملكاوي بقول لك اهو ما نستاهلش نكسب. والله ده ما فريق، لعيبه عشوائيه، لعيبه ما عندهاش اساسيات الكره نفسها، ما عندهاش. مش عايز اتكلم عن المدرب اساسا الله يكون في عونه. كنت بقول لك كتير قبل كده كتير، لو جبنا جوارديولا عشان يمسك الزمالك هيفشل. بس دي القصه ودي الحكايه. كفايه اول حد كده وكفايه قرف لحد كده. الزمالك في قرف وانا كقرف معاه وكل الزملكاويه في قرف معاه. ولكن مباراه زي كده الزمالك كسب. بس في من وجهه نظري انا، يعني ممكن تتفق وتختلف معايا، الكره الاولى بتاعت حسام عبد المجيد ضربه جزاء، ضربه جزاء شد الواد لف بيه ضربه جزاء. الكره الثانيه فيها 50 و50، 50 و50. بس لو في وجود الفار فكان هيبقى فيه كلام تاني خالص. ولكن مليون مبروك للزمالك، الحمد لله ان هو عدى. والجاي ربنا يستر عليه. فريق بروكسي فريق محترم، هارد لك
الفريق المحترم واللعيبه المحترمه. وكفايه عظمه لحد كده، واستنيك في حلقات جايه كتير.